السلام عليكم، صباح الخير عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا مهنيين. مرحبا بكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. في هذا الفيديو حبيت نهضر لكم على هذا بانتن، على خاطرش واحد الاخت بعثت لي في التعاليق وقالت لي اذا تقدري تعطيني شامبو يمنع تساقط الشعر. انا حطيت لكم هذا جاجو في القناه، وشامبو جاجو في القناه ضد تساقط الشعر، او فافو ضد تساقط الشعر. انا صراحه ماشي مجرباته، لكن هو يتباع في الصيدليات، وعنده اقبال، عنده زبائن يعني يجيو ويجرباتو، زيد تعاود تجربوا. هذا فافو. كذلك ننصحكم به، انايا وريته لكم في فيديو قصير هكذا. هذا فافو، شامبو فافو ضد تساقط الشعر. آه قلت لكم في الصيدليات تلقاوه يتباع هذاك فافو. السعر تاعو غاليين شويه، هذوك لي شامبو اللي تلقاهم في الصيدليه ضد تساقط الشعر، بصح تلقاو زبائن يشريو ويعاودوا فيهم حتى يديروا عليهم دوموند اذا ما لقاوهمش، والله يشريو يعني يشريو ويعاودوا يشريو ويخافوا ما يلقاوهمش، لانه يجيبوا كميات قليله في الصيدليه خاصه بزبائن فقط، يعني ما يجيبوش كميه كبيره. المهم هذاك فافو انا في الصيدليه شفتهم يشريوه ويزيدوا يعاودوا. شفتهم في الصيدليات قلت لكم يشريوا ويعاودوا فيه. مجربينه يعني وشايفينه باللي مليح. هذاك فافو انا انصحكم به. المهم هنا انا جبت لهاد الاخت، انا نهضر على الحاجه اللي انا مجربتها وجربتها بزاف، يعني ماشي جربته فتره قصيره، انا سنوات وانا نجرب في هذا بانتل، وبالفعل خرج عليا. والسعر نتاعو هذا تاع القرعه الصغيره كان وقت رخيص وما هوش غالي، كان جويه 30 ولا 35 ما شفتش، دوكا فات ال 50 ولا 55، ممكن حتى الان ولا 60 ما على باليش. المهم راهو في ال 55 الف انا شريته. حتى الحق السعر تاعو 55 غلا شويه. هذه هي القريعه الصغيره، هذه هي صغيره القرعه ماشي كبيره. كتبت لي واحد الاخت اذا تقدري تعطيني شامبو ضد تساقط الشعر. انا اكيد راح نعطيك وراح ننصحك، لكن بالحاجه اللي انا مجربتها وما كاينين قلت لكم انواع بزاف، ومنا قادره نجيب شامبو ونقولها هذا مليح. نشوف اللي مجربينه، لكن انا حبيت نهضر على حاجه انا اللي مجربتها. قادره نقول هذا الشامبو مليح والناس تكون جربيته، بصح انا نهضر لك على، هنا ناكد لك على الحاجه اللي انا مجربتها احسن. انا هذا الشامبو جربته سنوات وهايل بزاف. كاين اللي تلقاي فيه مكتوب ضد تساقط الشعر، وكاين اللي انسيابي وحريري، هذا ينعم الشعر الخشن والمتطاير، وكاين اللي مكتوب فيه كل شامبو واش مكتوب فيه. المهم انا جربتهم كامل كامل وهايلين. يخلي الشعر يزيد ويقوى، يخلي الشعر يتحسن بالفعل يعني، ولا معان يعني شعرك يولي فروة الرأس يعني تكون نظيفة، ينظف مليح، ويخلي الشعر مليح مليح بزاف، ويلمع الشعر فور. هذا بانتم بزاف يعني، خاصة كي تجربيه لفترة طويلة وتستمري تستمري عليه او تستمري بالغسل بهذا الشامبو. المهم آه، حبيت ننصحك بهذا اللي مكتوب فيه انسيابي وحريري، لانه كاين اللي مكتوب فيه ضد تساقط الشعر. انا بعد ما جربت هذا اللي مكتوب فيه انسيابي وحريري، هو اللي وقف لي تساقط الشعر، هو اللي خلى الشعر نتاعي نتحسه نقص في التساقط. هذه انا قادره نقول لك غسلي بشامبو بانتين اللي مكتوب فيه ضد تساقط الشعر. هو صح مليح، لكن اللي وقف لي التساقط ما فهمتش. هو اللي وقف لي التساقط وحسيت شعري يتحسن يعني بركة ما يطيحش، هو هذا اللي مكتوب فيه انسيابي وحريري. هنا انا حبيت ننصحك من قلب اختها، يعني هذا جربيه. والاخوات كامل اللي يسمعونا ان شاء الله اللي عندهم هذا المشكله تاع تساقط الشعر، هي صح يعني مشكله مزعجه جدا جدا جدا، خاصة إذا كان الشعر يتساقط وحتى يولي الفراغ في فروة الرأس من الأمام، يعني شيء مزعج كثيرا بالنسبة للرجل أو المرأة.
هنا قلت لك ننصحك بهذا بانتن. هو تساقط الشعر عنده عوامل كثيرة، نقص التغذية أو الإرهاق، يعني الأرق وعدم النوم كذلك يخلي الشعر يتساقط. كذلك سوء التغذية، كذلك القلق والتوتر بالأخص والحزن والاكتئاب، هذا يخلي الشعر يتساقط. وعن تجربة هنا أنا حبيت ننصح هذا الأخت بهذا بانتن، غير غسلي به وجربيه وكتبي لي في التعاليق، لكن هو راح يدي معك مدة، يعني حتغسلي به ممكن واحد شهرين ولا 3 باش تقدري تقولي لي، يعني تشوفي النتيجة جيدة خاصة. ويحسن فروة الرأس بزاف اللي عندهم فروة الرأس مضرورة أو عندها التهابات وحكة، معقم رائع جدا. قد ما نشكرو القليل هذا بانتن، هذا هو اللي مجرباته انا بزاف، وكاينين انواع بزاف، بصح انا نهضر لك على اللي جربته بزاف ومده طويله. هذا هو الفيديو تاع اليوم. السعر تاعو تلقاه 55,000، هو غالي شوي، تلقاه مكتوب فيه انسيابي وحريري. هذا هو الفيديو تاع اليوم، والسلام عليكم.